عالسلامة ومرحبا بكم. رجعت لكم اليوم في فيديو ثاني كما وعدتكم اخر مرة. الفيديو الاول عملت لكم فيه طريقة تنظيف بلح البحر، واليوم ان شاء الله باش نحاول اني نطبخ لكم مكرونة سباجيتي على الطريقة الايطالية، وان شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم. قبل ما نبداو ماذا بيكم تعملوا لي تعملوا الفيديو شير واعجاب واشتراك في القناة. اول حاجه خدينا هوني طنجره، حطينا فيها شويه زيت، قلينا فيها شويه طماطم، 3 مغارف كبار طماطم، ومغرفه هريسه عربي دياري. الهريسه عم نعملها انا في البيت، وان شاء الله المره الجايه نوريكم الطريقه كيفاش عملت الهريسه. وخديت معاها مغرفه تاع قهوه فلفل اكحل، ومغرفة بتاع قهوة كركم، ومغرفة ملح صغيرة بالطبيعة، ونخليهم يتقلوا مع بعضهم شوية، ونضيفوا لهم الثوم. ماذا بكم زي الثوم، خاطر غلال البحر يحب الثوم برشا برشا برشا، يغير في النكهة نتاعو ويخليه طعمته حلوة. هوني انا نظفت بلح البحر وحاولت نغسله برشا مرات باش نشيل منه التراب والرمله اللي فيه. نظفت كميه حلوه ونضيفها في الحله، ونخليهم يتقلوا سله سله في وسط الصوص اللي عملناها. حاولوا نزيدوا ميه سخنه تكون تغلي، ونخلطوا الصوص. حطوا كمية مش كبيرة من المية، ونخليوها تتقلى براحتها حتى لين تطيب بلح البحر. في الوقت هذا نكون انا صمت المكرونه نتاعي. اخترت لكم اليوم مكرونه سباجيتي. الفكره الصوص ما دخلش برشا سوا معاكم، خاطر بلح البحر اصلا يستوي بسرعه. هوني خليت كميه صغيره من بلح البحر كده بالصدفه متاعه عشان خاطر الزينه، نزينوا بيه الطبق في الاخر. ان شاء الله هتستوي معانا بسرعه. كما قلت لكم بلح البحر ما يحتاجش
تسوية كبيرة. جربوه ما تندموش، وصفة حلوة يحبوها الكبار والصغار. بس اهم حاجة انكم تكونوا نظفتوا بلح البحر حلو وشلتوا منه الرملة، عشان في رملة كتير ومحتاج منكم نفس عشان تنظفوه حلو. واللي ما يعرفش التنظيف بتاعه يرجع للفيديو الاولاني اللي كنت حطيته على اليوتيوب ويشوف الطريقة اللي تنجم تنظف بيه بلح البحر. على فكرة يا ناس ريحتها تحفة تحفة تحفة. متبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة باش نزيد تشجعوني ونزيد ننزلكم فيديوهات اخرى. اول ما تستوي معاكم الصوص اخر لحظة نجيبوا مغرفة صغيرة متاع قهوة ونحطوها مليانة كمون ونخليوها دقيقة، ما تكثروش عليها وقت عشان الكمون يتحرق. دقيقة بس وتطفي عليها النار وتكون هكا جاهزة باش تقدموها في طبق الاكل. وصفة سريعة اصلا ما دخلتش منك نص ساعة واقتصادية. السعر بتاع بلح البحر مش غالي وينجم الناس الكل تشتريه. نستناو جوست الصوص تعقد شوية كما نقولوا بالتونسي تقر الزيت نتاعها وهكا تكون جاهزة. ماذا بيكم ما تملحوش من الاول عشان بلح البحر يكون فيه ملح، فملحوا في اخر لحظة عشان تتأكدوا من الطعمة والملح نتاعو ما يجيكمش مالح. هوني انا ضفت الملح بتاع الصوص، نصب الملح بتاعي ونعدل الملح. إذا بينا نستنى اقتراحاتكم في فيديوهات أخرى. اللي يحب أكلة معينة ماذا بيا نطبخها يدخل على الباج ويعمل تعليق بتاعه وين إن شاء الله نلبيكم الطلب بتاعه.
هوني صفينا المكرونه من الميه. بدكم تختاروا نوعيه المكرونه تكون جويده عشان تعطيكم البنه بتاع المكرونه السباجيتي. هوني اخر مرحله نصبوا الكمون. الكمون ده عنصر اساسي في الطبخه بتاعنا. يا جماعه مغرفه الكمون في اخر لحظه زي ما قلت لكم من الاول، ياخدوا مغرفه ونرشوها كده على الصوص، وما نخليهاش تعمل كتير عشان الكمون ما يتحرقش. لو اتحرق هنا هيمرر الطعمه، طعمته ما تكونش حلوه. هون الصوص بتاعنا حضرت. حاولوا نصبوها على المكرونه. خليوا بالنا بالراحه نصبوها على المكرونه بتاعنا. ونخلطوا. ريحتها تحفه 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 والله يا جماعه. حاولوا انكم تجربوها ومش هتندموا. هتخليكم كل شويه كده رايحين جايبين بلح البحر وهتعملوها. هوني نخرجوا الكعبات اللي خليناهم بالصدف. من فوق نحاول نزينوا بهم الطبق. نحاولوا ما نخسروش الصوص اللي تحت ونضيفوها للطبق اللي عندنا. ان شاء الله تاكلوا احلى مكرونه بلح البحر. اشوف تاني يا ناس. هوني في طبق تقديم. جيبوا من طبق. حاولوا حطوا فيه المكرونه بتاعنا وتاكلوا بألف
انا يا رب. نحطوا الكعبات من فوق ونزينوا بيهم الطبق. طريقة التزيين ترجع عليكم انتوما زي ما تحبوا تزينوها. حاولوا انكم تزينوها بالطريقة اللي تعجبكم. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعجبكم طريقة العمل المكرونة، وان شاء الله ينال استحسانكم يا رب. وما تنسوش تعملوا لي جيم او لايك وشير واشتراك في القناة. تعطيوني رايكم بالطبيعة في الطبق. وبالسلامة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله.